17 يوم بالامارات والشغل ما عم يهدي. اشترينا كتير اغراض وظبطنا البيت والغرفه شوي، واليوم صحيت الصبح وحاسس بالكسل من بدايه النهار. توكلت على الله وقمت فتحت البردايه ولاحظت اني زودتها شوي. الكركبه بالغرفه صارت مو طبيعيه وكان بدها حل فوري. فقبل ما غسل وشي حتى بلشت برحله التنظيف. اول شي مسكت هالسجاده وصرت انفض فيها لرجعت وكاله. تركتها على جنب ورحت على التخت، نفضته كلياته وشكلست وضعه على الاخير. وبعدها اجى دور الغرفه بحد ذاتها. بلشت شيل بهالاغراض شوي شوي. فكيت الاضاءه اللي صار لي يومين عم تفشكل فيها، وبعدها بلشت رجع الكراكيب على مكانهم. شلت الكاسات والصحون على المطبخ وهيك بيكون فضي وصار بده مسحه على السريع اللميع. مسحت المكتب كله من الغبره، نظفت الكيبورد والماوس، وكمان لمعت الكمبيوتر بطريقي. والحاويه الصغيره تبعي فللت، فكان لازم اني فضيها. وهيك بيكون السيت اب صار فريش. هالكرتونه اذا ضلت هون رح ضل زدت عليها اغراض، فكان لازم لاقي لها حل. اول شي لنشيل كل شي من فوقها. اللبس النظيف اطويه واللي للغسيل اتركه على طرف. ضبيت اللبس بالخزانه، اخذت الاغراض على الغسيل، وهلا اجى وقت الكرتونه والشنطه. شحطهم لبرا ونزلت لتحت لخبيهم تحت الدرج مع كل الكراكيب اللي بخفيها هون. وهلا صار وقت تنظيف الغرفه على المزبوط. بلشت طلع مهاراتي بالتكنيس، وهي اكثر لحظه بكرهها. دائما ما بنشال الوسخ البقيان وبتضطر تعمل هالحركه. واليوم رح نمسح الارض بس بطريقه جديده. عبيت هالبريق مي وبلشت شوي شوي من نهايه الغرفه اسلخ المي على الحفه، وبعدها شطل عندي. مبدئيا الوضع كان لوز، بس ما كنت عم كتر مي، خفت لاغرق انا والغرفه. المهم النتائج كانت اكثر من رائعه. وهلا ما بقي غير نشيل هالميات، فخطر لي اني اجيب مساحه وشيل هالميات بدون معاناه. والله زبطت معي وانشفط وشفط، وهيك بيكون الغرفه رجعت جديده تماما. بعدها خطر لي ليش ما نجرب اوصل هالتلفزيون الصغرون بالكمبيوتر. طلعتها لبرا، جبت هالكابلات وبلشت وصل فيهم. شغلت الشاشه وانا متحمس على الاخير، بس للاسف الموضوع شكله ما كان بهالسهوله. ما طلعت الصوره ولا شيء ابدا. بلشت شوف من الكمبيوتر الاعدادات وما كانت راضيانه تزبط، فقعدت اقلب بين القنوات على امل انه تطلع الصوره بشي قناه. حاولت كتير بس شكله اليوم ما في نصيب. فطفيت كل شيء ونزلت لتحت لشوف شو فينا نساوي. قلت خلينا نظبط هالمكان الفاضي كركن للقهوه. جبت الطاوله اللي اشتريناها قبل كم يوم ونزلتها بمكانها، وبعدها بلشت جيب العده، ماكينه القهوه اللي اجت مع الاغراض اللي شحناهم، وبعدها علبه القهوه والصحون الصغرونه لتجهيز الراس. جبت هالكرات للزينه حطيتهم هون مؤقت، وخطر لي كمان ليش ما نحط اللمبادير هون. كمان جبت لك اياه وجربت حطه على الطرفين، بس جوا على الزاويه طلع احلى بكتير. وهلا بقي نمدد كهرباء لهون لانه طلع ما في فيش قريب اصلا. جبت كل الوصلات اللي عندي وسحبت لك خط من المطبخ. مبدئيا وصلت كل شيء والمنظر طلع خيالي ما شاء الله، والاضاءه كتير خيله، عطت جو غير شكل. الحمد لله البيت شوي شوي عم يكتمل، فما تنسوا تساوي فولو لانه جاي لسه احلى بكتير.